واخيرا بيتكوفيتش يستقر على التشكيله الاساسيه اللي راح تواجه المنتخب الارجنتيني. رامي بن سبعيني خارج مباراه الارجنتين رسميا حسب قناه الهداف. لاعب جديد يصاب في المنتخب الوطني وهو خارج التشكيله ضد الارجنتين. ايمانويل مارتينيز لا يشارك ضد الجزائر. تبقى مشاركته من عدمها في يد سكالوني. فلاديمير بيتكوفيتش ورياض محرز سيكونان في المؤتمر الصحفي للمنتخب الوطني غدا بدايه من الساعه 9:30. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اعزائي المتابعين. حلقه جديده مع بعض. اليوم سنتحدث عن بعض اخبار المنتخب الوطني، سنفصل لكم كل شيء مع بعض. قبل البدايه ما تنسوش الاشتراك وتدعمونا اخوتي باش نوصلوا حتى ل 10000 مشترك قبل نهايه كاس العالم هذا. واخيرا فلاديمير بيتكوفيتش يستقر عن التشكيله الاساسيه اللي راح يواجه بها المنتخب الارجنتيني. وفي خيارات بيتكوفيتش قرر انه يشرك 4-3-3 وليس 3-5-2. المدرب الوطني قرر انه يلعب بتشكيله حذره لن تكون دفاعيه محضه ولكن لن تكون هجوميه محضه، لذلك قرر انه يشارك 2 قلبي دفاع في هذه المباراة، خصوصا مع إصابة رامي بن سبعيني اللي راح يغيب رسميا عن مباراة الأرجنتين، وكذلك شكوك حول إصابة لاعب آخر وبعض الأخبار تقول بأنه مدافع. إذا النخب الوطني قرر إشراك أن لوكا زيدان في حراسة المرمى. النخب الوطني قرر إشراك راين أيت نوري ظهير أيسر. ممكن في الظهير الأيمن إشراك أشرف عبادة في بداية الأمر، مع أن المنتخب الوطني سيشارك دفاعيا قليلا في الشوط الأول حتى يتعرف على التشكيلة الأرجنتينية. قلبي الدفاع سيكون سمير شرقي وكذلك عيسى مندي. في وسط الميدان عندنا كل من نبيل بن طالب، والمدرب قرر إشراك حسام عوار عوض إبراهيم مازا. وعندنا أيضا في وسط الميدان الآخر سيكون هشام بوداوي. هجوميا رياض محرز، محمد امين عموره، وكقلب هجوم راح يكون امين قويري. وهذه التشكيله وصلتني من واحد الزملاء صحفي راهم متواجد في الاراضي الامريكيه في مدينه كانساس، قال لي بالحرف الواحد هذه التشكيله اللي بنسبه كبيره 90% راح يلعب بها الناخب الوطني، الا في حاله وجود اصابات قد يتغير يعني خطه وتكتيك ومنهج المباراه. يعني ماشي نقول لكم هذه الحاجه الرسميه 100%، ولكن بنسبه كبيره راح تكون هذه الخطه اللي راح نواجهوا بها المنتخب الارجنتيني. عندنا ايضا في بعض الاخبار تقول باللي رامي بن سبعيني رسميا رغم انه يشارك في التدريبات المنتخب الوطني الجزائري ولكن مش راح يدخل اساسي ضد المنتخب الارجنتيني، سيكون اما على الاحتياط وسيتم قياس جاهزيته لمباراه الارجنتين. يعني بنسبه كبيره رامي راح يكون خارج المباراه الاولى لكاس العالم. شفنا هذوك النهار الاصابه اللي راه تعرض ليها، زاد دار بروتيز في رجله، ومن بعد رامي بن سبعيني ولا يدرب عادي وراه يدرب عادي، ولكن تبقى الجاهزيه تاعو باش يشارك في مباراه المنتخب الارجنتيني بيد المدرب وايضا بيد تعافيه الرسمي من الاصابه. يعني نشوفوا بلي رامي بن سبعيني ركيزه من ركائز المنتخب الوطني. المنتخب الوطني يحتاج واحد كيما رامي بن سبعيني، لذلك الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش كان والله ماشي نقولوا كان معول عليه بزاف باش يشارك رامي بن سبعيني ضد الارجنتين. لعل وعسى انه اصابته فيها خير بربي ان شاء الله. واللاعب اللي راه يعوض رامي بن سبعيني ممكن يكون اشرف ممكن يكون سمير شرقي، ممكن يكون ايضا بالعيد، وفي اخر خيار ممكن يكون محمد الامين توقاي. يعني ما على بالناش رسميا شكون اللي راح يشارك، تسمى هنا تبقى الخيارات مبهمه في الدفاع. عندنا اليوم قناه الهداف والزميل الشيخي قال لهم رسميا لاعب مصاب من الناخب من المنتخب الوطني الجزائري مش راح يشارك ضد الارجنتين. شكون هذا اللاعب؟ من هذا اللاعب؟ زاد بعد بدات التحريات وبدات الغاشيه يهضر قال لك هذا اللاعب راهو مدافع. اذا هنا كاينه نقطه استفهام، شكون هذا المدافع؟ هل رامي بن سبعيني هو من يتكلمون عليه وانه لن يشارك ام هناك اصابه جديده في المنتخب؟ شيخي قال هناك اصابه جديده، ثم نقدروا نستثنيو رامي بن سبعيني ونوضعوا لاعب اخر مصاب. ان شاء الله ما تكونش هذه المعلومه صحيحه، وان شاء الله المنتخب الوطني يكون جاهز بكامله، حتى رامي بن سبعيني يكون جاهز ويكون احتياطي. يعني نقدروا نعولوا على رامي بن سبعيني في اي دقيقه من المباراه. المنتخب الوطني يحتاج جل اللاعبين، واللاعبين لازم يكونوا واجدين ضد منافس عملاق بطل العالم من النسخه الماضيه اللي هو المنتخب الارجنتيني. راح ندخلوا هذه المباراه بحذر، ماناش راح نمدوا كل الشعنه، ولكن تبقى هذه المباراه صعبه جدا خصوصا مع مشاهده مونديال امريكا اللي رانا نتفرجوا فيه. المباريات كلها صعبه. واش رايكم خوتي نتوما؟ يعني اعطيوني تعليقاتكم، هل المنتخب الوطني قادر على الاطاحه بمنتخب الارجنتين ام لا؟ ايمانويل مارتينيز حارس المنتخب الارجنتيني يعني تعافى من اصابه ويتدرب، ولكن تبقى عنده الام في الاصابع تاعو. ما على بالناش 100% اذا راح يشارك ولا مش راح يشارك ضد الجزائر. يعني هذا الحارس هو نصف فريق المنتخب الارجنتيني، ولكن تبقى مشاركته من عدمها يعني في تعافيه. شوفوا باللي مارتينيز دوك النهار تفرجنا في الحصه التدريبيه تاعو كي جاي ينحي ليغون تاعو برك، يعني يحس بالام كبيره. تما هنا نشوفوا باللي مارتينيز قد لا يشارك ضد المنتخب الوطني وقد يشارك. يعني هذه هي الاخبار الحاصله اليوم. يعني نزيدوا نروحوا بعيد. الناخب الوطني وقرر انه ياخذ معاه رياض محرز للمؤتمر الصحفي اللي راح يكون غدا ان شاء الله بدايه من الساعه 9:30 بتوقيت الجزائر، حوالي الساعه 3 في امريكا.
الناخب الوطني سيتحدث عن مباراة الأرجنتين، خصوصا سيتحدث عن العوامل التكتيكية وحضور اللاعبين والإصابات وكل شيء. يعني راح يكون هو مرفوق بقائد المنتخب الوطني اللي هو رياض محرز. يعني بكل تأكيد الناخب الوطني راح يدي معه رياض محرز اللي يعتبر قائد افضل لاعب في المنتخب الوطني وافضل لاعب في تاريخ المنتخب الوطني. شوفوا باللي هادو حوايج عاديين جدا، والمنتخب الوطني مش يعني المؤتمر الصحفي رانا نعرفوا شكون التشكيله الاساسيه اللي راح تلعب، ثم تبقى يعني قرارات من يشارك اساسي ومن لا يشارك اساسي بيد المدرب. ايضا نتحدث عن المنتخب الوطني ومباراه الارجنتين يوم الثلاثاء ان شاء الله. نسهروا وما نرقدوش حتى الساعه 2 الصباح نشوفوا ان الجزائر ضد الارجنتين. قنوات النقل اللي راح تنقل هذه المباراه بنسبه كبيره يعني بين سبور راح تنقل بكل تاكيد، وعندنا ايضا القناه الارضيه، وعندنا يعني قناه تي اف ان، كاينه زي دي اف تاع المانيا ولا ار تي اس تاع المانيا، وحده فيهم اللي راح تنقل المباراه هذيك. قررت رسميا جميع مباريات المنتخب الوطني راح تكون مجانا. يعني ان شاء الله المنتخب الوطني يمد لنا صوره مليحه للجزائر، ونجربوا ونديروا يعني مجهود كبير تاعنا بان نحققوا نتيجه ايجابيه ضد المنتخب الارجنتيني. بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وبالتوفيق لاشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لابراهيم مازا وللجميع. هذه حلقه اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم. نلتقي في حلقه اخرى مع بعض.